صينية كفتة بالطريقة التركية خطيرة يا جماعة، لو جربتوها ودقتوها مش هتبطلوا تعملوها. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنجيب الصينية واحتاج معايا بتنجانتين وقرن فلفل أحمر وأربع فصوص توم وطماطماية وأرش عليهم رشة زيت وأقطع البتنجان كده زي ما انتوا شايفين بالسكينة عشان يستوي معايا وأدخله الفرن. عقبال بقى ما الخضار يتشوي معايا هجيب نص كيلو من اللحمة المفرومة ولازم يكون فيها نسبة دهن 30%، وهجيب معايا بصلاية متوسطة مفرومة متصفية من المية وقرن فلفل أحمر برضو مفروم ومتصفي من المية بتاعته، والبهارات بتاعتي ملح وفلفل أسمر وبابريكا وتوم بودر وبصل بودر، وأقلب بقى اللحمة بتاعتي ولازم أقلبها جامد جدا وأدخل فيها كل المكونات وأعينها في التلاجة كده لمدة دقيقتين 3 دقايق. الخضار بتاعي هو طلع من الفرن شايفين اتشوى اهوت. هقشره بقى اقشر الفلفل والطماطم والبتنجان بتاعي وامسكه بقى اهرسه بالشوكة او بالسكينة لحد ما يبقى ناعم معايا خالص. هجيب طاسة على النار وبصلاية مفرومة وحبة من الزيت واشوح البصلاية لحد ما تلاقيها اصفرت معايا شوية. هنزل بقى معايا بالبتنجان وهنزل كمان معايا بالبهارات بتاعتي ملح وفلفل اسمر وبابريكا وبصل بودر، وهحتاج معايا معلقة من معجون الصلصة وحبة من المية الصغيرين، وهرسها بقى بهرسة البطاطس أو بالشوكة لحد ما تنعم معايا. كل ما بتنعم كل ما بتبقى جميلة جدا. خدتها اهوت بعد ما خلصت معايا وحطيتها بقى في الصينية بتاعتي. والكفتة بتاعتي اهي أنا بحب أحط الكفتة بتاعتي وأقطعها كده أعمل لها شكل كده بالمعلقة أو بالسكينة وأرصها بقى وأغطيها بورق الفويل وهدخلها الفرن بتاعي لحد ما الكفتة بتاعتي تستوي تماما. أشيل الورقة بتاعتي وهخليها تاخد وش كده رهيبة يا جماعة خطيرة بجد. جربيها وقولوا لي رأيكم ايه. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.